اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. النهارده ضيفنا الحقيقه ضيف صعب جدا جدا جدا، هو الضيف اللي كان معايا السنه اللي فاتت في من غير زعل، اللي كان بيعمل المقالب في النجوم. صعب قوي انك تعمل مقلب في واحد كان مشترك معاك في مقالب قبل كده، لكن سعد من الناس اللي انا متاكده ان هم صوت على الفاضي وانهم قلبهم ابيض. بس هنعرف بقى في خناقه بيني وبين سعد، هل قلبه ابيض ولا احلى حاجه الرحله دي. تصدق اقول لك حاجه بقى؟ متعه. يا معشر قريش، تصلحوا وتجيبك في فرحها بقى. فرحها؟ فرحها مين؟ تتصلحوا عليه؟ لا والله ما اعرفش. فرحها مين؟ والله ما اعرف. مفيش ميه عندكم؟ هو انا هنصور امتى يا رجاله؟ ولا يوم من ايام وحشني بجد نور عيني. ايه الميه دي؟ بس كل زحمه صوت طيب، بس كل فرق صوت طيب، حاجه صوت طيب. محمد خطيبي؟ اهلا وسهلا استاذ محمد زحمه فندم. صوت طيب، زحمه الف مبروك فندم مقدما. كل سنه وحضرتك طيب. خلاص البلوزه تبان، هنقعد بس ثواني بقى نستنى البلوزه. طب على ما تظبطوا بقى براحتك. هتنشف. الف مبروك يا باشا. لغايه طب ما فرح تمشي. عندي يا باشا. والله العظيم عندي. تحت امر حضرتك، تحت امر. عايز اقول لك دي ليها مش فضل هعمل عليا. فرح اصلا. والله العظيم ليها فضل عليا. انا بقول لها والله العظيم من غير اي حاجه. حتى كلموني في برنامج قلت لهم كلمتين الست دي يعني ليها واجب عندي في رقبتي. يعني عايز اقول لك امي ما كانتش بتمشي والبركه ربنا جعلها سبب يعني بفضل ربنا. يا سلام. فرح ما تقلق، مش هناخد طب فلوس. خلاص يبقى نتصافى بقى، يعني قبل ما نبدا نتصافى عشان نزعل ما منك. ليه طيب؟ مين قالك انا زعلانه منه؟ إيه لا انت شفت البوز وجيت بكلمه قال لي اه لا بجد زعلانه بقت زعلانه. ايوه زعلانه زعلانه. اياد انت ما بتصورش ها؟ لا لا من بجد زعلانه بقى شكلها يعني هي تزعل مني انا عارف انت ليه؟ نتراضى وهو قال لك ليه فضل عليا تيجي قدام الكاميرات يقول حبيبتي ومش حبيبتي وبتاع، من ورايا صارخني. لا والله العظيم ما ينفع، والله العظيم ما ينفع. لا والله انا مش عايز اتكلم عشان مش عارف. انا اقول لك حاجه واحده بس. انا ولا حد قال لي انا لقيت حمدي بيكلمني الو ونبي تعالى برنامج. قلت له كلمتين اتنين بس. قلت له بص اوعى تتكلم في اي ماده زي حتى انا قلت لك الكلام ده. قلت لك احسن حمدي يقول حاجه. قلت لك دي لها فضل عندي، فبعد اذنك ونبي حد عشان يتكلم. كده انا بقول لك، عشان كده قلت لك نتراضى، يعني عشان كده قلت لك نتصافى ونتراضى. هو انت لما بتحس ان في حد قريب منك قوي 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 وبعدين يروح ضربك في ظهرك بتبقى وحشه، يعني ان يحصل كلام وبتاع مش وبعدين الضربه دي ممكن يا جماعه تسيبونا بس ثانيه. الضربه دي بتوجع؟ لا لما تحس ان حد صديقك وحبيبك ومش عارفه ايه وبتاع وبعدين يديك ضربه في ظهرك. طب عملنا برنامج طب الضربه دي بتوجع؟ احضر يا محمد. يعني انا اعتبر ان انا ضربتك، هل الضربه دي وجعتك ولا لا؟ لا كده توجعني. لا مش فاهم قصدي محمد. انا قصدي لو انا جيت قلت الهواري ده مش كذا 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 واجي اقول لك ايه انا اسف انا قلت كذا، لما كنت متضايق وش عملت حاجه كده شتم، لكن ما توصلش ان انا ممكن اذيك في اكل عيشك، ما توصلش ان انا ممكن اجي اضربك كده. انا اصلا ساعه صغير كله لسان، يعني انا لو انا عملت معاك لسان فقط لا غير. ازاي تاكل وتشرب معايا وتتكلم عليا؟ وانا اتكلمت عشان انت بتقولي البرنامج وحش وبتاع كده، فرحت قايل لفلان الفلاني ده بتكلمني ليه؟ هي بتقول على البرنامج بتاعي ليه كده ومش عارف ايه لا كلام تاني بقى. ما هو الكلام ده مش ينفع اقوله هنا. طيب وينفع انا اقول يعني انت اتكلمت عليا فعلا؟ ما انا اتكلمت. هو الكلام ما ينفعش. طب وانا اتكلمت وانا ما اتكلمتش؟ طب اتكلمت عليا ليه؟ انا عملت لك ايه؟ مش كلام، هو كلام فيش. هو اتكلمت تنكا ينفع ليه بتكلمني كده؟ هي ليه بتعمل معايا انا كده ليه يا حبيبتي كده؟ لا مفيش حاجه مش كلام من اللي هيجي في دماغك يعني. مش وحضرتك لا كلام يعني شايفه نفسها هو عشان تبوظ الخطوبه ولا لا عشان ناس بيحبوها تقوم تهزقنا. الكلام اللي هو الكلام ما فيهوش كلام. كان بيعمل برنامج تاني فقلت له البرنامج التاني اللي انت بتعمله ده وحش، البرنامج ده كويس وهيحطك في حته تانيه. مش عايز. طب ايه المشكله؟ المهم التاني راح الفلان راح مزعق وازاي تقول لي انا كده مش عارف انت، ورحت انا قايم على عومه بقى كلمني انا يعني انت كده. جايب المطرب تعمل فيه مقلب ولا انت اللي بيتعمل فيك مقلب؟ عارف. احنا جايبين المطرب. ورحت ماسكها لك بقى انا والواد صاحبنا بقى قاعدين بقى ساعتين، وهي دخلت بقى قفشت، وهو بقى هو بكلمه وانا بكلمه، ويديني كلمه واديني كلمه ويديني مين قاعد بقى؟ واحد ابن حلال راح مسجل الكلام وراح لايه؟ للقبر. لا 1 2 3 4 فراحت داخله قلت لها ايوه اقر واحترف. طب انا امتى الناس هتبطل تتكلم عليا ظلم كده؟ ما حدش على فكره. يعني انت بتقول ان انا كويسه معاك وجدع معاك وبتاع. اديك مفاجاه بقى، اديك مفاجاه. اللي يشتمك يبقى ابوه ما رباهوش.
اللي يشتمك. ما انت شتمتني. لا انا ما شتمتكيش. لا انت ابوك مرباك. لا ما انا ما شتمتكيش. انت بتقولي برنامج كذا كذا انت بتقول عليك على نفسك مش متربي. عشان اما اقول ان انت سوري بتتنيك عليها وكذا كذا كذا غير ما اشتم من وراكي. السر عندنا ان انا اخش بيتك او انا بيت اي حد صاحبي وابنك مثلا اشمعنى انا ما قلتش عليك اي حاجه؟ وانت تقولي انت ملاك؟ ما انت شتمتينا قدامنا في وشنا اديتها لنا وش كده. ايوه محمد. وش مش من وراك. لما اقول انك عامل برنامج فاشل انت ده في وشك جارية. مش وراك. انت جاريه واحنا يعني عيال ما بنات. بختفش، انا بنصحك كزميل بقول لك لا انت احسن من كده. يا ريتك قلتي كده. لا انا قلت ما قلتيش احسن من كده ولا جبتي احسن من كده ولا شفنا احسن من كده خالص. امال قلت ايه؟ دي دخلت ركت، عارف انت اللي دخل وراح مديك قلمين ركت. عايزين نبدا بس. لا ثواني بس عايزين نبدا بس عندي مشكله في الصوت. هنا عندي مشكله في الصوت. طب ممكن تسيبنا بس دقيقه لو سمحت؟ تكون ايه اللي عايز سر تسيبني عم هواري بس معلش. دقيقه بس. انت ايه اللي سر وانا اقوله يبقى انا مش كويس ابويا ما ربانيش. ما عملتش حاجه، هو مش قصده حاجه على فكره. الكلام اللي هو بيقوله. لا لا كلام عادي وازاي تسيب واحد زي ده يتكلم؟ مش قصده حاجه، هو ما بيتكلمش عليا، مش قصده حاجه ليها هي علاقه دخلت بالشرف عليا. يعني خالص. مش هينفع. بقول لك ايه، مش فارق معايا خالص اصلا. انت هتقعد تعمل لي فيها بتاع في ايه؟ ولا حاجه وذل يعني. مش ذل ولا حاجه. ريهام سيد الوصول يعني. استاذ محمد مفيش مشكله، استاذ ده مش عايز اتصور يا استاذ محمد. لا استاذ محمد اتفضل استاذ محمد اتفضل. ايوه سيبها عشان متضايق بس معلش. هي حد يعني اللي مبلغه الكلام ان في يلا ارجع بس عايزين نشتغل. ايام ثانيه واحده. استاذ محمد. ثانيه واحده. يلا يا جماعه عايزين نشتغل. ممكن حضرتك تفضل طب ما تعدوني. عندنا ده مكان شغل. استاذ محمد 5 طب دقايق. طب معلش رجعوا استاذ محمد، واحدة بس. رجعوا استاذ ماشي، محمد ماشي، نرجع ماشي، تاني. ماشي، ما ثانيه واحده. تتكلموش كده، معلش، ايه معلش. هيطلع. طلعوه رجعوه ماشي، ونكمل محمد. تصوير. رجعوه ونكمل تصوير. لا مش تمام، هو فاهم كلام سعد على ان انا في حاجه في اخلاقي يعني مش كويسه، بس فبيقول لي انا ما قلناش الا تنكه بس حضرتك مش تنكه يا عم، خلاص بس. انا معترض يكون بيتكلم عليكي وكده جايباه في برنامج وانا قاعد اول مره لا، اسمع الكلام ده. استاذ ينفع محمد انا الكلام؟ ممكن ما اصورش والله ما تزعلش. بص الموضوع كله ان هي حد شتمني فانا قلت لصاحبي بس قلت له يا بتتنك علينا بس ده ما جبت سيره لا وبعدين ده تدخل برضه يعني. أنا انا ما بتكلم اتكلمش مع سعد تدخل ولا قدامك، حاجة. انا لو في حاجه يا غلط فندم، مش استنى يا هتكلم أستاذ قدامك إيهاب، أنا فاهمه اصلا. بس يا محمد انا بس. مش هتكلم قدامك اصلا لو في حاجه. يا ما استاذ انت ريان تخصيني برضه واخاف عليك ولازم ابقى عارف الدنيا بس فيها محمد انت ايه فهمت برضه. الموضوع خلاص. استاذ اتفضل بس يا استاذ محمد اتفضل بس ما حصلش حاجه. وسيبك انا مش عايز اصور ولا حاجه، انت بس قدامي قلت لي امشي همشي. هو انت فكر يا حضرتك فكر الكلام مفيش حاجه حصلت اصلا. يا جماعه بعد اذنكم ثواني يا جماعه، بعد اذنكم معلش انا اسفين. معلش بعد اذنكم بس معلش. هي الموضوع ده يعني مش أول زميل مرة، ليا- مش هينفع بينا الكلام. زميل الموضوع ده يا مش- سيدي ما الموضوع عنه ده منافع، كذا مره عنه كذا مرة منافع، عمال يتكرر. عنه منافع. أستاذ محمد. اللي فضلت تجري ورايا سنه. انا كل مره اروح اجي اقعد مع حد الاقي حد زعلان وحد مش عارف ايه. الوسط كله وحاسب كده يا إن- حبيبي، وحاسب كل إن الناس النبي تختلف مع والله الناس ما عشان بقول بيبقى لك كله وحد سيدنا شن. النبي وحد سيدنا النبي خلاص بس خلاص والنبي اشكرك بحل لك حد سيدنا النبي بس موضوع. انت هينفع فاكر ان احنا الكلام ده، مش بنشتغل هينفع مع الكلام بعض بيبقى الدنيا تمام؟ هي بيبقى فيه ممثلين كده بيبقى فيه كده. مشاكل وبنرجع صحاب ده وحبايب رقم وكل كام حاجه. انا اقعد معاه واسمع نفس الكلام. لا انا مشاكلي كتير طبيعي. الناجح كده على فكره يا استاذ محمد، الناجح كده. وطالما الوسط كده ملهاش لازمه الشغل يعني. يا محبوب ده أنت ازاي جايب والناس بقى الغلابه دول تجيبني يا استاذ الشغل. محمد. طب ممكن سيبك تهدى من بقى الشغل عشان انت يا كده أستاذ محمد، بقول لك بتتكلم إيه؟ كلام اكبر منك ده مصر كتير. كلها لو سمعتك كده ممكن اقول لك هيعملوا لك ثوره. امال الناس الغلابه تعالج ازاي؟ هو في برنامج ناجح يا عم هو بيعالج الناس انا اللي هجيب هو- حد يتجوزني ويحكم فيا؟ يا عم نفتح لها جمعيه. لا معلش ايه انت بتنرفز نفتح لا. بس. طب ممكن نرجع يا استاذ محمد لو سمحت عشان انا مش هعرف اشتغل وانا متوتره معلش. كده. تعالى ممكن بعد أستاذ اذنك محمد، معلش. نقعد ورا. معلش. نرجعه بس معلش. نخلص شغل معلش، وبعدين 5 دقايق نتكلم. بس. أنا آسف. صلى على النبي احنا في رمضان بقى يا استاذ محمد. مش عايز اكمل يعني. معلش ايه الهبل ده والنبي؟ ليه مش عايزه تستشيرني انا؟ لا ما بشتمك. ليه يعني بتيجي قدام الناس تقول مش عايزه اكمل، انت بتعلنها قدام الناس يعني؟ مش بتعلنها يعني هكمل برنامج. جاي في شغلي قدام الناس، انت ايه اللي مش جايبك هكمل معايا البرنامج. اساسا؟ حضرتك انا هو- غلطان ان انا جاي. انت ايه اللي جايبك معايا اساسا؟ هو يكمل بيقول مش هكمل برنامج، هو راجل ما كملش ده بيقول مش هكمل يا عم ولا ما يكملش اي حاجه براحته. ريهام كان بيكلمني انا بعد دي اذنك. حاجه غريبه جدا. كان بيكلمني انا. لا عايزه اعرف مش هيكمل ايه ثانيه لو واحدة. سمحت. وسع يا ابني. فاهم ثانيه واحده بس. يا عايزه اتكلم معاك بس ثانيه.
بعرفش انا اعوم يا عم. يا نهار ازرق يا عم يا عم لف يا عم. تعالى طيب انا موتها انا. انا خلاص بلف ازاي يا عم. بسرعه يا عم. ايه لك يا عم نواري يا عم نواري يقول لي ما اعرفش فلوس. انه هيتجنن كده. ما يعرفش يعوم. انت يا عم بسرعه 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 والرجوع. انتوا جايبين بتاع القناة الخيرية ده يا عم المركب ديت. تعالى يا عم شويه قرب عليه قرب عليه مر عليه هاته اهو يا جماعه هاتوا. الحقوق يا جماعه ده شكله طلع قرب طلع قرب طلع خلاص يلا بينا في المركب. بقول لك كده الواد سايبها الواد طلع ده ولا ايه لوحدها؟ يا جماعه الحقوق يا جماعه ده شكله طلع طلع خلاص يلا بينا في المركب. أمني بس أمني ورا ها؟ حظها اسود يا سعيد. حظها اسود. يا عم ده شكله بيدي جارد يا عم انت ولا حرامي ده ولا شكله ايه؟ بص هو مش عايز طلعك. خش ناحيتها. بقول لك ايه ده خد عليك ها؟ لو اتخاب اسمع اللي بقول لك عليه. بص الواد طلع الميه وسابها. بقول لك ايه ايوه بص احنا هنقدم احنا قرب ناحيتها قرب ناحيتها شويه يا عم. بص قرب ناحيتي. بص هو شكله اوري انت اوري بص العين هناك دي. خاب عليها. اتضرب عليه لا، لا، لا. خلي بالك اخوك ينزل. لا مالكش. انت كويسه بس المهم ابعد دي بعيد ابعد دي بعيد. بص الواد الفارس سايبها ازاي. اطلع باللانشن. خدوا امشي الواد ده. خدوا امشي الواد ده. الصوره ليه كده؟ انت بتقول عليه كده يا شد ابو كباتن الواد. يا عم قول بدايه قول بدايه يالا. قرب منه شويه. يا جدعان في يا جدعان احنا سايبينها ليه كده يا جدعان؟ ارمي التوب ارمي الثانيه هيجيب الجايزه. الضوء الضوء عديل. قرب هاتها يا سعد. وقف الموتور وقف الموتور. لا 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 شغل الموتور وهاتها بقى. بقول لك خلاص امشي خليه يمشي. امشي من هنا يا يا كابتن ما تطلع انت يا كابتن في ايه؟ دي تعبت هي اخويا باظ. هاتها يا سعد هاتها يا سعد هاتها يا سعد. بالراحه هاتها يا سعد هاتها ده كان لازم يتصور ده. بالراحه لو واد حد يتجوز بودي جارد. محدش جاز. ده اللي انت عملتيه في نفسك ده. طلعها تعالى لي كده. راح في صوت راح. حط رجلك يا سعد حط رجلك. اطلع يا سعد انت اطلع يا سعد انت تعبت يا سعد. اطلع يا سعد. يا عم مشي الواد هات ده. ايدك هنمشيه يا عم الواد ده هنضربه. يلا هات. كلام على المهل. هات. بقول لك ايه تعال كده بقى تعال كده. تعالوا كده. احنا هنروح له. لا 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 احنا هنضربه دلوقتي. هو جري. انا ما اجريش يا عم انت. ده هجيب ناس ولا ايه؟ يا ريهام هو ساكن فين الريهام ده؟ يا عم ما تقلقش يا عم ما تقلقش. الواد مدير الانتاج جاب بودي جاردات برضه. زعفوله زقها يا سعد. زقها يا سعد. يا ريهام هو ساكن فين الريهام ده؟ يا عم ما تقلقش يا عم ما تقلقش. الواد مدير الانتاج جاب بودي جاردات برضه. زعفوله زقها يا سعد. زقها يا سعد. اديها الضوء. اديهم الضوء. مع السلامة يا سعد. مع السلامة يا سعد. شوف الحته صغيره. مع السلامة. سعد تشكر عليا.
بيقول لي روح اضربه انت عشان ما تضربناش. لو متخانقين او متضايقين سيبني اغرق لا يمكن والله ولا العظيم. قلبك ابيض؟ عشان انت طيبه بس عارف مش طيبه مش لا بس حلوه قوي حوار الفنون. لا بس انت قلقت من الواد يا سعد. بقول لك ايه هو نازل يجيبك بس قلقان من الواد. هو نازل لوحده بقى، هو نازل لما لقى الواد بعد بس. هو زعق قبل انا قلت ايه هو وقعك وهيدور ضرب فينا احنا. ويا بقول له ايه اللي جابك على زقي؟ هو زعق عشان ما يضربناش. ما ضربناش احنا هو في الميه وبعد كده نصرحه. بقول لك حاجه، انت بقيتي ممثله قديره ربنا يخليك. اقسم بالله أنا بطلت العظيم الفيلم اللي جاي. قديره. اقول لك ليه بقى؟ بص، ما جبنا لك فيلم انت ما تقدريش تشتغلي. لا ما تطلعش. بصي، نظرات عينيكي هي دي اللي انا عارفها لما بتبقي زعلانه من حد. الناس ما تعرفوش، انا عارف ريهام لما بتبقى زعلانه، يعني بتقول لك انا زعلانه منك فبتتكلم عادي، لكن لما بتبقى زعلانه منك ما بتحاولش تبص لك. أيوة هي صح. مش عايزه تبصش تقول لك ان في انت مش عينيك. كويس، بس هي مش يعني اللي هو سبكت يعني؟ قوي. ايه وبعدين رايك في ميه النيل؟ تحفه. تحفه اصلا. فكره مش هتخش على حد ولازم أن تخش انا عليا، لان انا اصلا مزعلها. يعني الطبيعي كده يا جماعه، انا يعني مزعلها، وهي حساسه من اي حاجه من لا ده بصوا يا جماعه، عشان تبقوا عارفين، في رمضان في مقالب احنا متفقين عليها كتير جدا جدا جدا، واوعوا يغركم المقالب دي كلها فيها اتفاقات، مش عايز عشان ما احرقش الحد وبتاع وكلام من ده حاجه طبيعيه والله العظيم، اقسم بالله العظيم الشهر المفترض. المفترض هيبقى طبيعي. عايزه اقول لك كنت بصور حلقه قبليك، حصلت دوامه واتسحبت تحت بجد. فاهم؟ احنا برامج يعني هو بيتهيألي برنامج واحد بيتهيألي كده، اللي مش فاهم، وكل البرامج اتفاقات وحاجات كده غريبه يعني انا صريح يا جماعه بقول لكم، وهتشوفوا هتروح ازاي ساعه؟ لا ما معايا ترنج في العربيه الحمد لله. طب وانا بصي بقى، من حبك بقى في انت ما تعرفيش نفسك، بص عشان بحبك بقى، انا قاعد فيك؟ انا من حبي فيك يعني من حبي فيك يا جاري مستنيكي من الساعه 3 بالليل، وكلموني فحمد قال لي يا ريهام ساعتها، قلت له برنامج هنعمل ايه؟ غني لي اغنيه. فقلت هغني لك اغنيه. انا ده انا بعشقك انا ترارا، انا كلي لك، انا السقف يا جماعه يلا. انا بعشقك انا رارارا، ده انا كلي لك انا 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 ترارا انا